صديقي الفنان، ازيك؟ في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي بنعمل تسجيل الكتروني لاختبارات القدرات اللي احنا عايزين نأديها. انما في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هي الاوراق والحاجات اللي مطلوبه منك عشان تأكد تسجيلك لاختبارات القدرات في مقر الكليه نفسه اللي هتأدي فيها الاختبارات دي. انا مريم، ودي اول قناه فنيه تعليميه شامله في الشرق الاوسط كله، ويلا بينا نشوف ايه الحاجات المطلوبه منك. اول حاجه مطلوبه منك صديقي الفنان وهو ايصال تسجيل انواع اختبارات القدرات اللي سجلتها على الموقع الالكتروني، وده اتعلمنا ازاي بنطبعه في الفيديو اللي فات. تاني حاجه مطلوبه منك صديقي الفنان وهي عدد 2 صوره من رقم الجلوس الخاص بيك، وكمان خد معاك رقم الجلوس الاصلي لانه ممكن يحتاجوه يطلعوا عليه عشان التاكيد يعني. وتالت حاجه مطلوبه منك صديقي الفنان وهي 2 صوره شخصيه لكل اختبار هتأديه. يعني لو انت بس هتأدي اختبار قدرات في كليه التربيه النوعيه مثلا قسم فنيه بس، يبقى هتاخد معاك صورتين شخصيتين. انما لو هتأدي مثلا اختبار قدرات لقسم التربيه الفنيه وقسم موسيقى، يبقى هتاخد معاك 4 صور اللي هو صورتين لكل اختبار. رابع حاجه مطلوبه منك صديقي الفنان وهي الاخيره وهو ايصال سداد الرسوم بالكليه. كل اختبار بتختاره صديقي الفنان بيبقى ليه مبلغ معين من الرسوم، فبتدفع الرسوم دي علشان تأكد تسجيلك في الاختبار ده، وبكده تقدر تاخد الميعاد اللي هتيجي تأدي فيه الاختبار. وبس كده يا صديقي الفنان، انت كده خلصت تسجيل وخدت ميعاد كمان الاختبار. كل اللي محتاجه دلوقتي هو انك تجهز كويس لاختبارات القدرات دي. بتجهز ليها ازاي؟ بانك رقم 1 تعرف اختبارات القدرات دي بتبقى عباره عن ايه، وده هتلاقيه مفصل موجود هنا على القناه. هتلاقي فيديوهات بتشرح اختبارات القدرات بتبقى عباره عن ايه، وكمان تقسيمه الدرجات بتتم ازاي، وكمان هتلاقي كورس مكثف لتعليم الرسم والتظليل عشان يساعدك تعدي الاختبارات دي بمنتهى السهوله. وبس كده صديقي الفنان، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الفيديو الجاي على خير.